السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين أصحاباتي؟ كي دايرين أخواتاتي؟ أموركم هانية؟ كي دايرين وليداتكم؟ يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. غادي نصايب واحد الوصفه للفران والبانيني. نتوما عارفين دابا هاد كنديروا دابا هاد الروتينات ديال العواشر والتخمال وداكشي، وكنجمعوا الدار. راكم عارفين كلشي كيدير هادشي ديال العواشر كما ولفنا دائما. وشفت واحد الوصفه نيت في اليوتيوب وغادي نجربها الفران ديالنا، وخليته نيت تعلق شويه الفران باش نشوف واش غادي تبان النتيجه ولا لا. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، تكملوا معايا حتى الاخير ان شاء الله، وكنتمنى تشجعوني وتدعموني. الله يسهل عليكم، الله يعطيكم من ويتو في خاطركم، وكنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاحباب ديالكم باش ان شاء الله تكبر العائله ديالنا ونوليو عائله كبيره بجهد الله ان شاء الله وبالتعاون ديالكم. والله يسهل عليكم كاملين، والله يدخل علينا هاد العواشر بالصحه والسلامه. يلا نكملوا الفيديو مع بعضياتنا. وهنايا البنات يلا نبداو الوصفه مع بعضياتنا. مهم هنايا طلعت هاد الفران وهاد البانيني وهاد الشيء للسطح. راكم عارفين باش تبقى الروينه في السطح وداكشي، ونصايب على خاطري. مهم في الاخر باش نسيق. ايوا وانا طلعتهم وخليتهم اصلا توسخوا، يعني ماشي نقيين، باش نشوفوا الوصفه واش غادي تعطي المفعول نيت ولا لا. المهم حنا نجربوها مع بعضياتنا. انا كما قلت لكم شفتها غير من اليوتيوب وخليت الفران تتوسخ، وهذا مهم شي سيمانه ولا بحال هكا ولا 10 ايام. الطاوات كنغسلوهم حيت كنستعملوهم، ما نقدروش نخليهم هكاك. ودادا خليتهم ديال البارح، ما غسلناهمش كاع البارح. ايوا صافي دابا هنايا كما وريتكم الوصفه راه فيها غير الخل والبيكربونات وخماره وصابون البلدي. صافي هما هادو. مهم شي وقيله البيكربونات شي 2 معالق كبار بحال هكذاك ولا معلقه كبيره. المهم شتوني ما عبرتش انا، هزيت شويه درتو صافي. وهنايا خلطتهم، هانتوما شتي عرفتي تيبقاو يكشكشوا مع بعضياتهم. المهم راه تنظن غيكون الاغلبيه وقيله عارفين هاد الوصفه، ولا مهم اللي ما عمره ما شافها يجربها. دابا نيت راكم عارفين دابا مع العواشر تنديروا هاد التخمال ديال العواشر، وهذا كما مولفين وكما تعودنا دائما. راه حنايا المغاربه يعني ضروري داكشي عندنا مقدس، هاد العواشر اللي دخل علينا بالصحه والسلامه. مهم هنايا هادشي ملي كتخلطوا هاد الوصفه تدهنوها غير بيديكم. انا هادشي تنهز تنطلي بحال هكذا في البلايص وصافي، تطليوها بحال هكذا. ايوا هادشي انا اول مره غادي نصايبها البنات، اول مره غادي نديرها معاكم. موالفه تنغسلهم عادي، تنحك الفران وداكشي عادي وصافي، ما تنديرش ليه شي وصفه بحال هكا. مهم هذه مني شفتها دابا قلت نجربها انا والبنات ونشوفوا واش زوينه، واش فعاله بصح ولا لا. المهم انا تنطلع هكا غير بيديا، ما عنديش لا ليغون البنات لا والو. اللي بحال هكذا خاف من الحساسيه ولا شي حاجه، خاف من البيكربونات ولا شي شويه تتحرق في اليد مع الخل، مهم يدير الليغون اللي عنده. انا ما عندي والو البنات، درتها غير بيديا. مهم هنايا كما كتشوفوا غادي نطلع لكل شيء. هاد الماء اللي طلعت الفران وكل شيء الطاوات وهذا الشيء. المهم وحنا نشوفوا مع بعضياتنا. قال لك تطليها ليهم وتخليهم شي شويه، ومن بعد تدوزي شي شويه بالجيكس، ماشي بزاف، غير تدوزي غير تدويزه خفيفه تيتنقاو وتيخرجوا. المهم حنا نشوفوا مع بعضياتنا واش نيت هادشي اللي كاين ولا لا. المهم خليكم معايا. ها انتم شفتوا كما كنطلي بحال هكذا عادي وصافي، نخليهم شي شويه. انا راه جارهم للظل هنايا باش من اللي كاينه الشميشه غادي تكرمهم الشمس بالزربه، زعما الظليله هنا باش يلا الوصفه تدخل فيهم ونشوفوا شنو تخرج لينا. ايوا يكون خير البنات، الله يعطيكم صحيحتكم. وكنتمنى دائما كما تنقول لكم تشجعوني وتدعموني، الله يسهل عليكم، وباش ان شاء الله نكبروا القناه نوليو عائله كبيره، علاش لا. ايوا والله يسهل عليكم، والله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه ويدخلها علينا كاملين يا ربي.
وإن شاء الله يعُم الخير إن شاء الله علينا كاملين والفائدة علينا كاملين، والله يسهّل لجميع البنات، و وأنا تندعي معاكم من قلبي، والله العظيم البنات إلا تندعي معاكم من قلبي كاملين، الله يسهّل علينا كاملين، والله يدير لنا تاويل ديال الخير كاملين، وكنتمنى حتى نتوما تدعيو معايا وتوقفوا معايا في القناة ديالي، الله يفرجها علينا كاملين يا ربي. المهم هنايا صافي أنا بديت تنحك، راه كيما شفتوا ماشي شي حكان صعيب، المهم تندوز عليهم وصافي باش نشوف واش داكشي هو هداك ولا لا. وها نتوما كيما شفتوا البنات صافي ندوز الوصفه كلها على هادشي، هاد المعينات وصافي، ودابا تنبدا ندوز عليهم بشويه بالجيكس، ماشي بزاف البنات، تحكي غير شويه. هادشي كيما قالوا زعما تحكي غير شي شويه وراه تتنقي وتتخرج، تخرج الوسخ، تخرج داكشي اللي كاين في هذا في الفران وفي البانيني. وصافي دوزت عليهم كاملين هكذا بشويه جيكس، وصافي ونشوفوا النتيجه في الاخر. ما حكيتش مزيان البنات زعما ماشي فورسيت عليهم وهذا، وحيت نيت حنايا راه ماشي عندنا زعما الفران اللي نقول لكم جديد ولا عاد واخدينه ولا يلا شي عام ولا عامين، يعني راه قديمه شحال هادي هو معنا تبارك الله، هو البانيني حتى هو راه شحال هادي تبارك الله هو عندنا، راه تقريبا منين يلا خرجوا البانينيات. داكشي علاش يعني وعليهم الدرك، وانا ما بغيتش نفورسي عليهم معاهم اصلا قدامين عندنا شي شويه، يعني لا وركت عليهم يمشي يخرجوا لهم السلوكه. داكشي علاش غير دوزت عليهم ونيت، حيت قالك زعما هاد الوصفه سهله وكتسهل عليك، ما كتخليكش تحكي زعما وتضربي واحد التماره كبيره. ايوا هادشي اللي كاين البنات، صافي دوزتهم. المهم هنايا بديت نشل لهم، درت لهم الحلفه وهذا صافي. المهم بانوا لي شويه راه تنقاو، بان فيهم الضو، حيت انا خليتهم توسخوا باش نشوف الفرق قبل وبعد. ونيت البنات حنايا الفران تنستعملوه بزاف، والبانيني ماشي زعما غير مره ولا داكشي علاش زعما تيقدام، وحيد الحاجه اللي كتستعمل يوميا راه ماشي بحال اللي غير مره كتبقى جديده ونقيه. حيت حنا البنات ما نديروش في الفران ديال الزنقه، ما شحال هادي صافي ما بقيناش كنديرو نخبزو عنده. هو غير حدانا ماشي بعيد، ولكن ما بقيناش كنصايبو عنده الخبز، حيت عاوتاني عنده هو بروغرام بحال دابا الا فتنا الوقيته ديال 11 ولا شنو داير هو في الصباح بحال هكا، الا فتيها ما يبقاش يشد منك الخبز صافي. صافي توصل هذيك ال 11 صافي ما كيبقاش يشد الخبز، كيقول لك لا صافي تجيبيه ليا قبل، وفي العشيه ما تيخدمش. وهذا الشيء علاش حنايا ما بقينا ما تنخبزوش عنده، صافي كنديرو في الفران. حيت حنا عاوتاني حنا وكانتنا راكم عارفين البنات راه كلشي غيكون بحال هكا، حيت مرات تيكون عندنا الخبز تناكلو داك الخبز البارد تنفطروا به، وعاد من بعد كنوضوا نعجنوه بشويه علينا وهذا. فداك الشيء علاش ما بقيناش نخبزو عنده صافي. ولهذا الفران تنخدموا به يوميا، يعني داك الشيء علاش كيضطر يقدام ويتحرتك. ايوا هادشي اللي كاين البنات، حيت كنخبزوا على خاطرنا وصافي. مرات كنبغيو نعجنوا في الليل في العشيه الا ما بقاش لنا الخبز مره، وهو ما تيخدمش صافي حنا خليناه على راحته. المهم هنايا ها هما كملت الوصفه صافي، مسحتهم غير كتمسحوهم البنات، مسحتو الفرانه كما شفتوا. راه شفتوا ما بانوش هنايا مزيان كما في الواقع راه خرجوا نقيين على هكا. المهم الوصفه زوينه ما بيهاش فعاله، زويونه يعني كتنقي. وكما قلت لكم حنا راه تنستعملوهم بزاف، وبخصوص البانيني ضروري خبيز البنت الا بغات تاخذ الخبز خصها ضروري تسخنه، يعني تنستعملوه يوميا. فداكشي علاش كانوا موسخين وتنقاو بهذه الوصفه، يعني زويونه عجباتني. وإلا عجباتكم البنات نتوما جربوها. وهنايا كنت ساليت صافي غادي نسيق هاد البليصه اللي خدمت فيها باش تبقى الدنيا نقيه. صافي هنايا كملت. المهم خليتهم هنايا تيتشمشوا الفران وداكشي اللي غسلتهم. في صراحه بانوا نقيقين، واخا ما بانوش في الكاميرا، ما التليفون ما عطاهمش الحق. المهم بانت زويونه، وكان هذا هو النهار ديالنا والفيديو ديالنا ديال اليوم. وكنتمنى يعجبكم القناه ديالي وتشجعوني. خليتكم في امان الله، مع السلامه.